بتبدأ الحكاية في مزرعة كريم، وبيظهر قدامنا كام طور صغيرين وهم بيلعبوا، وبنشوف الطرفير وهو صغير ورايح يسقي وردة صغيرة، وفجأة بتوصل عربية وبتجري التيران الصغيرة تتفرج عليها، وبيعرفوا إنها العربية اللي جاية تاخد الطور اللي هينافس في مصارعة التيران. وبيسأل فير صحابه يا ترى مين الطور اللي هيختاروه للمسابقة، فبيرد عليه فلينتي وبيقول له أكيد هيختاروا بابايا، ولما أكبر هيختاروني أنا كمان. لكن في طور تاني بيقول لأ طبعا هيختاروني أنا، ده أنا بتدرب على النصر من دلوقتي. وبيدخل بونج وبيفضل يقول لأ طبعا هيختاروني لأن أنا الأسرع، فبيتريق عليه ويضربه وبيوقعه على الأرض وبيجري. وبيجي فالنتي وبيحاول يتخانق مع فير اللي بيرفض، وبيقول له أنا مش خايف ولا ضعيف، لكن أنا مش بحب الخناق. فبتتريق التيران الصغيرة عليه وبيقولوا له انت الطور المحب للزهور. ومرة واحدة بتدخل التيران الكبيرة وكل طور صغير بيدعي للولد بالتوفيق، وبيتفرج من بعيد مصارع التيران علشان يختار واحد منهم للمسابقة، وبيتم اختيار والد فير. لكن فير بيسأله هو انت لازم تروح، فبيقول له والده طبعا ده حلم اي طور. فبيسأله هو ينفع ما يبقاش ده حلمي، فبيقول له والده لما تكبر احلامك هتتغير. فبيقول له انا عايز ابقى بطل من غير ما اتخانق. فبيقول له والده اتمنى العالم يمشي بنفس نظرتك دي، لكن الامور مش بتمشي كده. وبيودع والده اللي بيركب العربية وبيمشي. ولما بيرجع لاصحابه بيلاقيهم داسوا على الوردة بتاعته، فبيتضايق جدا وبيقعد مستني والده يرجع. لكن لما بترجع العربية بيلاقيها فاضية وبيزعل على والده وبيجري بعيد. وبيحاول أصحاب المزرعة يمسكوه، لكنه بيوصل لمحطة القطر وبينط جوه عربية القطر اللي بتتحرك بسرعة وبتمشي. ولما القطر بيقف بينزل فير وبيلاقي الدنيا بتمطر وكمان اتزحلق في الطين وبيغمى عليه. ولما بيصحى بيلاقي نفسه في حظيرة وبتدخل عليه بنوتة صغيرة وبتحاول تهديه، وبتديله الوردة اللي في شعرها. ولما بتلاقيه بيشمها ومبسوط بتاخده البنوتة لوالدها والكلب بتاعهم، وبيقولوا له من دلوقتي ده بيتك، وبتقعد تفرجوا على المكان وبتفتح له باب المزرعة وبتسيبه يجري ويلعب وسط الخضرة، وبيفضل يشم الورد وهو مبسوط. وبتمر الأيام وبير عايش في المزرعة مع البنت وباباها، وبيكبر فعلا وسطهم وهو سعيد. وفي يوم بيصحى فير وبيصحي الديك وبيصبح على الكلب، وبيقول له النهارده يوم مهرجان الزهور أروع يوم في السنة، وبيروح يسقي الورد. وبتوصل منى ووالدها اللي اسمه خوان صحاب المزرعة، وبيفرح جدا عشان يروح معاهم مهرجان الزهور. لكن خوان بيقول له للأسف مش هينفع تروح. وبيقعد فير تحت الشجرة زعلان وبيقول ايه يعني كبرت عادي، ما انا لسه زي ما انا. وبيقرر ان هو يروح المهرجان، وبيوصل للمهرجان وبيفضل يشم في الورود. لكن الناس بتخاف منه خصوصا لما بتورثه نحلة، وبيفضل يصوت بصوت عالي وبيجري يمين وشمال، وكمان بينقذ طفل صغير كان هيقع. لكن الناس بتصر ان هو وحش وكان عايز ياكله. وبتحاول الناس تمسك فير لكنه بيهرب منهم وبيدخل بيت واحدة عجوزة يستخبى فيه. لكن برضو الناس بتشوفه وبيمسكوه وبيدخلوه عربية، وبتجري منها ورا العربية وبتنده عليه. وبتوصل العربية للمزرعة، وبيكتشف فير ان دي هي نفس المزرعة اللي هرب منها وهو صغير. وبيدخلوا معزة صغيرة علشان تهدي فير، وبتعرف المعزة نفسها وبتقوله انا لوبي. وبتدخل له بيتعرفوا على باقي التيران، وبتكتشف ان هما يعرفوا بعض. وبيدخل فالنتي وبيفتكر ان فير راجع علشان يهزمه، فبيقول له اسمع انا ههزمك وقت المسابقة في الحلبة، وبيسيبه ويمشي. وبتاخد المعزة فيرو وبتوديه اوضته، وبعدها بيحاول فيرو انه يهرب، فبيتكهرب في السور وبتضحك عليه الخيول. وبيبص فير جنبه يلاقي الحشرات الصغيرة بتقدر تعدي من تحت السور وهو ضخم ومش قادر. وتاني يوم بتجهز التيران علشان تتسابق قدام المصارع، وبيتفتح الباب وبتبدأ التيران في المصارعة ما عدا فير اللي كان رافض. والبريمر ما بيعجبوش ولا طور، فبتتضايق التيران جدا وبتتهم فير ان هو السبب، لكنه بيقول لهم انا مش عايز اشارك في مسابقة. وبنشوف مينا قاعدة مفتقدة فير وبتعيط، وفير هو كمان بيكون زعلان. وتاني يوم بنشوف التيران قاعدة بتتدرب والخيول كمان قاعدة بترقص، وبتيجي لوبي وبتقول له انت لازم تتدرب، لكن هو بيرفض وبيروح ينقذ ارنب صغير وكمان بيساعد
بيساعد أنجوس إن هو يرفع شعره وإنه يقدر يشوف بدل ما كان فاكر إنه مش بيشوف. فبتتضايق المعزة وبتقول لفير كفاية مساعدة في التيران، انت كده مش هتكسب. وبيتريق الخيل على الطور لما بيرقص وبيقعدوا يرقصوا قدامه، لكن بيتدخل أنجوس وبيرقص وبتتدخل باقي التيران والحشرات الصغيرة علشان تساعد فير، وبينجحوا في التغلب على الخيل في الرقص وبيفرحوا جدا. لكن بيدخل عليهم فيلانتي وبيتريق عليهم وبيقول لهم خليكوا كده ارقصوا، لكن بكرة أنا هبقى الطور اللي هيروح المسابقة وأنا الوحيد اللي جاهز ليها. وبيتأثر التيران بكلامه وبيسيبوا فير مع المعزة، وبيقول فير للمعزة أنا عايز أرجع بيتي، أنا عايز أروح لمينا. وبعدها بيروح للأنافد الصغيرة وبيطلب مساعدتهم، فبتوافق الأنافد وبتروح تفتح الباب لفير وتدخله البيت علشان يهرب من خلاله. وبيقرر فير إن هو يرجع لباقي التيران ويحذرهم وبيقول لهم إن مفيش حاجة اسمها فوز في حلبة المصارعة. لكن فيلنتي بيقول له أنا ليه أصدق واحد جبان زيك؟ الطور اتخلق علشان يقاتل ويا يكسب يا يموت. وبيطلب فيلانتي من فير ان هو يقاتله فبيرفض، لكن فيلانتي بيصر وبيتكسر قرن من قرونه. وبيشوف المصارع المشهد وبيقرر يختار فير للمسابقة، لكن فير بيقرر يهرب وياخد معاه باقي الحيوانات. وبيروح يحاول يقنع فيلانتي ان هو يهرب معاهم، وبيحاولوا يخرجوا من المكان وبيضموا على باقي الحيوانات وبيركبوا العربية وبيهربوا من المزرعة. وبيجروا بسرعة وراهم اصحاب المزرعة وبيركبوا باص وبيوصلوا لمحطة القطر وبيستخبوا تحت القضبان. وبعدها بيشوفهم صاحب المزرعة وبيجروا وراهم وبيمسكوا صاحب المزرعة فير، وبيشوفوا صورته في التلفزيون. فبيقول لبنته وبيعرفها ان هو هيبقى في مصارعة التيران، وبيقرروا ان هم يروحوا له مدريد. ويوم المنافسة بيجهز البرينيو وبتروح المعزة تقول لفير انت تقدر تكسب بس لازم تقاتل. وبيدخل البرينيو الحلبة والجمهور بيحييه وبيتفتح الباب علشان يدخل، لكن فير بيبص على الجمهور وهو خايف. وبتيجي ناس ماسكة عصيان فيها سكاكين صغيرة من قدام وبيضربوا بها فير، فبيجري فير وبيخطف القماشة الحمراء من ايد المصارع. وبيحاول المصارع يقتل فير بسكينتين، لكن فير بينجح في كل مرة انه يهرب منه. وبيتعلق المصارع فوق رمبير لكنه بيشوف وردة تحت رجله وبيفضل يشمها وبيهدى وبيقعد قدام المصارع. وبتهتف الجماهير بإطلاق سراح فير، وبتجري مينا من وسط الجمهور تنده على فير، فبيجري وبيحضنها وبيرمي الجمهور ورود عليهم. وبتقرر الحيوانات والتيران ان هم يروحوا يعيشوا مع مينا في مزرعتها. وبيرجع فير لبيته اللي بيحبه والزهور اللي بيحب يشمها. ولغاية هنا يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. سلام.